تفتكر الأصول الملكية في مصر القديمة كانت عاملة ازاي؟ يعني لما نقول كلمة فرعون انت بتتخيل تاج وعرش، صح؟ بس عمرك فكرت ايه اللي بيحصل جوه القصر؟ يعني ايه الأسرار اللي محدش عارفها؟ ايه اللي ورا الأبواب مقفولة؟ والأوامر اللي ما كانش ينفع تتناقش؟ في الحلقة دي هنكشف الستار عن كواليس الحياة الملكية، من أول طقوس الصحيان من النوم لحد أسرار الحكم واللي كان بيحصل في الجلسات الخاصة جدا. جهز نفسك لأنك داخل أماكن عمرها ما كانت مفتوحة للناس العاديين. وفي مصر القديمة الملك ما كانش مجرد حاكم، ده كان إله ماشي على الأرض في عيون شعبه. بس السؤال هنا هو ازاي الدين دخل في الحياة الفرعونية؟ وهل فعلا السحر كان جزء من القصر الملكي، ولا الحكاية أكبر من كده بكتير؟ النهاردة هنفتح باب محدش بيقرب له كتير، وباب الأسرار الدينية والسحرية في حياة الفراعنة. استعد، لأنك هتسمع حاجات هتخليك تعيد تفكيرك مرة تانية في كل اللي عرفته قبل كده عن حياة الفراعنة. وأول جزئية هنبدأ الكلام عنها في حلقة النهاردة هي الدين والسحر في حياة ملوك الفراعنة أو ملوك مصر القديمة. وفي مصر القديمة كان الدين مش بس طقوس الدين، لأ، ده كان نظام حياة، وكان داخل في كل تفصيلة من تفاصيل حياة الفرعون، من أول ما بيصحى لحد ما بينام، بل من قبل ما يتولد أصلا. الفرعون نفسه كان بيتولد وهو شايل لقب ابن الإله، سواء ابن الإله رع أو آمون أو حورس، حسب كل عنصر وكل عصر. يعني هو مش بس بيحكم باسم الإله، لأ، ده هو جزء من الإله. لكن خلينا نغوص جوه أكتر. أول حاجة، الملك كإله على الأرض. الملك كان بيتم تصويره على الجدران في المعابد وهو بيقدم القرابين للآلهة، وبيشارك في الطقوس الدينية، وبيحضر الأعياد الدينية الكبيرة زي عيد السد. وكانوا بيقولوا إن وجوده على العرش هو اللي بيحافظ على توازن الكون أو ماعت. يعني لو الفرعون اختفى الكون كله بيختل توازنه. الصحراء في حياة القصر. هنا بقى هندخل على أخطر حتة في مصر القديمة. السحر ما كانش حاجة سرية أو محرمة، ده كان جزء من الدين نفسه. وكان فيه كهنة مخصوصين بيتخصصوا في سحر الحماية وسحر السيطرة. والمصادر بتقول إن كان في برديات كاملة متخصصة للسحر، زي بردية هريس أو بردية ليدن، وفيها تعويذ لرد الحسد وحماية الفرعون من المؤامرات. وفي تعويذ كان هدفها السيطرة على العدو أو حتى إصابته بالمرض. والأغرب إن في قصص بتقول إن في مجموعة من الفراعنة كانوا بيستعينوا بسحرة عشان يتواصلوا مع عالم الأرواح ويعرفوا الغيب ويكشفوا المؤامرات اللي بتحصل ورا ظهرهم. ودلوقتي هندخل على جزئية جديدة، وهي طقوس غامضة ما كانتش للناس كلها. في طقوس محدش بيحضرها غير الكهنة الكبار والملك، زي طقوس فتح الفم اللي كانت بتتعمل للتماثيل عشان تتنفذ وتاكل وتشرب زي الإنسان. لكن البعض بيقول إن نفس الطقوس دي كانت بتتعمل للأشخاص الحقيقيين جوه غرف مقفولة. فيها حكايات بتتكلم عن طقوس تطهير الدم الملكي، وحكايات تانية عن المرايا السحرية اللي كانت بتستخدم للكشف عن المستقبل أو عن الخونة جوه البلاط. ورابع حاجة هي علاقة الفرعون بالقوى الغامضة. كل فرعون كان عنده كاهن خاص بيه، بس الأغرب إن في بعض الملوك كانوا بيقربوا للكهنة بزيادة عن اللزوم، لدرجة إنهم بقوا بيحكموا معاهم فعليا. وحتى فيهم كهنة استغلوا معرفتهم واحتفظوا بالأسرار لدرجة إنهم بقى عندهم سلطة أكتر من الملك نفسه. وده سبب إن بعض الفراعنة زي إخناتون اضطروا إن هم يحاربوا الكهنة علانية، وألغى عبادة الإله آمون وحاول ينقل كل السلطات الدينية للإله آتون. ودلوقتي هنبدأ نتكلم في أهم نقطة في حلقة النهاردة، وهي أسرار الحكم وإدارة الدولة من جوه القصر الملكي. وفي الحضارة المصرية القديمة الحكم ما كانش فوضوي ولا عشوائي، ده كان نظام متحكم ومحكم وقائم على تنظيم اسمه التنظيم البيروقراطي. وكان التنظيم ده مدهش وسابق عصره بآلاف السنين. الفرعون ما كانش بس قاعد في العرش لابس التاج وبيؤمر، الفرعون كان محور نظام ضخم
في مسؤولين وكهنة وكتاب ومفتشين وجيش ومخابرات، وكلهم تحت ايده، وهنبدأ نفككهم واحد واحد ونعرف مهمة كل واحد جوه النظام ده. وهنبدأ بالفرعون، واللي كان مركز القرار والمقدس الأعلى. الفرعون كان بيعتبر نفسه ابن الإله، يعني سلطته مش بس بشرية، دي كمان سماوية. كل القرارات الكبيرة كانت بتترفع ليه، لكن ما كانش بياخد كل قرار بنفسه، كان عنده نظام كامل بيساعده ويسيطر من خلاله على دولة ضخمة بتمتد من البحر المتوسط لحد النوبة في الجنوب. وتاني حاجة هي الوزارات. أيوة، الفراعنة كان عندهم وزارات، وكان في وزير أول اسمه الوزير الأعظم، وكان حاجة شبه رئيس الوزراء دلوقتي. والوزير ده كان مسؤول عن كذا مهمة، منها الإشراف على الأقاليم والقضاء وإدارة المعابد والضرايب والإنشاءات المعمارية الكبرى. وكان ليه سلطة إنه هي توصل إنه يحكم موظفين كبار أو يحاكم موظفين كبار، بس كل شغله كان لازم يتوافق عليه من إدارة الملك. ومن أشهر الوزراء في التاريخ الفرعوني هم رخمي رع وخعس خموي. ودلوقتي هنخش على الموظفين والكتبة، واللي كانوا بيعتبروا العمود الفقري للإدارة الملكية. الكتبة هم رجالة الدولة الحقيقيين، كانوا بيتنقلوا الأوامر وبينقلوا الأوامر ويسجلوا المحاصيل والضرايب والعقوبات والمعاهدات، حتى رسائل الحب الملكية. وأشهر حاجة بتدل على مكانتهم إن كل اللي كان عايز يترقى كان لازم إن هو يبدأ كاتب. والكتبة كانوا بيتدربوا من وهم في سن صغير في مدارس خاصة اسمها مدارس بيت الحياة، وبيتعلموا الخط الهيروغليفي والهيراتيقي. ودلوقتي هنخش على مجالس الإدارة والعدل، وكانت قرارات مش فردية. في مجلس اسمه مجلس العدل، وكان بيضم قضاة ورجال دين وكهنة كبار، وبيفصلوا في المنازعات اللي بتحصل بين المواطنين وبين المعابد وحتى بين الأمراء. وبرضه كان في لجان للتفتيش، وكانت بتلف الأقاليم بتفتش عن المعابد والمخازن والجنود وتراجع الحسابات، يعني رقابة مالية وأمنية حقيقية. ودلوقتي هنخش على الجيش والمخابرات، واللي كانت بتعتبر ذراع الفرعون الحديدي. الفرعون ما كانش بيحكم بالسلام بس، كان لازم يبقى عنده جيش قوي وجهاز مخابرات يعرف بيه اللي بيحصل في أطراف المملكة، من الجواسيس اللي كانوا بيتنكروا في صورة تجار أو رسل ويبعتوا تقارير دورية للقصر. وفي أحيان كتير المخابرات كانت بترصد مؤامرات جوه العيلة الملكية نفسها. ودلوقتي هنخش على التواصل مع الشعب والفرعون اللي كان بيتكلم. وفي المناسبات الرسمية كان الفرعون بيظهر في المعابد ويخاطب في الناس، بس التواصل اليومي مع الشعب كان بيتم عن طريق الكهنة والموظفين. وكل شكوى كانت بتتسجل، وكل قرار ملكي كان بيتنشر على جدران المعابد أو في الأسواق. ودلوقتي هنخش على المشروعات الكبرى اللي موجودة في قلب القصر لبره القصر، سواء في وقت بناء المعبد أو قناة أو هرم. القرار بيبدأ من القصر، والتخطيط بيتعمل في مجالس متخصصة، والتنفيذ بيتم بإشراف مباشر من موظفين بيتحاسبوا على كل حجر. وكان في المهندس الملكي زي المهندس المحتب اللي كان بيشتغل كمهندس وطبيب وكاهن في نفس الوقت، والمهندس ده كان مشهور جدا في عهد الملك زوسر. شفنا النهاردة حياة جوه القصور ما يعرفهاش غير اللي عاشها، من أسرار الحكم لطقوس الحياة اليومية لعلاقات الملوك والملكات. وشفنا قوة مش بس في الجيش، لكن كمان في التنظيم والسيطرة العقلية العجيبة اللي بنت حضارة اتكلم عنها العالم كله. ولسه الأسرار ما خلصتش، الحلقات الجاية هنفتح أبواب أخطر عن الخرافات والعلاقات بالآلهة والجنون اللي كان ساكن جوه عروش مجموعة من الفراعنة. فلو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك وفعل الجرس، عشان الحكايات اللي جاية فيها كلام تقيل بجد.